مساء الخير يا حلوين. مساء الخير حبايب ماما مريم. انا بقول مساء الخير علشان يا حبايب قلبي انا متاخره دلوقتي. يومي كله يا جماعه راح بره. انا قمت تعبانه ومش عارفه اكل ايه، فنزلت يا جماعه قلت ايه، انا مش عارفه احكي لكم ايه ولا احكي ايه يا جماعه. ال- النت فصل عندي ورحت عشان ادخله. طبعا الشهر اللي فات كنت عايزه ابدل الباقه، كنت عامله الباقه اللي هي اللي في وي، اللي هي بأم 185، فقلت ابدلها اركبها في اللي هي كبيرة ام 260. المهم ركبت ام 260 وجيت شهر واحد وبصيت لقيتها يوم 20 راحت فاصلة. يا جماعة طب رجعوا لي الباقة التانية، عايزين يدفعوا لي الباقتين في شهر واحد. دفعت لهم 550 جنيه عشان يرجعوا الباقة. جم يرجعوا الباقة بعد ما دخلتها الشهر اللي وراه. طب ال 550 جنيه اللي انا دفعتهم قالوا هيخصموه. جيت عشان يخصموهم لقيتهم جايبين عليا 140 جنيه فوق ال 550. المهم ان انا كنت نازله اروح السنترال يا جماعه، فروحت السنترال دفعوني 310 تاني. يعني بقى في الشهرين دفعت 860 دينار في شهرين بعد ما كنت بدفع 185. رجعت يا جماعه عشان اطلع عندنا العماره، لقيت الاسانسير الكهرباء فصل، ما عرفتش اطلع. خدت بعضي ورحت السوق. اجيب ايه من السوق، انا مش قادره اشيل حاجه وتعبانه. رحت يا جماعه شويه سمك. شوفوا يا جماعه شويت سمك يا جماعه ورحت جايباه اهو. اهو السمك يا جماعه، وقلت اجيبه اكل. كل ده يا جماعه انا طالعه من غير فطار الصبح عشان ما اخدش حقنه الانسولين. لو باخد حقنه الانسولين بدوخ يا حبايبي. فرحت شويت سمك وجيت قعدت عند المشوي على بال ما شوت السمك. كان الاسانسير كان جه، الاسانسير الكهرباء بتاعته وصلت. فرحت جايه يا جماعه جعانه عايزه اكل، انا ما فطرتش. قلت اخد الحقنه بتاعه الانسولين الاول، لان ما برضاش اخدها الصبح واطلع علشان ما ادخش. خدت حقنه الانسولين وجيت رحت مقطعه يا جماعه خياره. انا بجيب الخيار يا جماعه، بجيب الخيار الكبير. ليه يا ماما مريم بتجيب الخيار الكبير ما تجيب الصغير اللي بيبقى طري؟ اقول لهم لا، انا عشان باكل قلب الخياره بس. شايفين يا حبايبي اهي اهي. أمم. بقطعها كده لكن الصغير على بال ما بقشره ما بيبقاش فيه، ما بلاقيش فيه قلب زي ده اكله. ما اعرفش اكل الخيار الصغير. ممكن اعمله سلطه، بس ده يا جماعه باكله كده لان بجيب الخياره واقشرها جامد. انا بقشر القشره جامد يا جماعه وباكل القلب بتاعها بس اها. ورحت مقطعه بصلايه خضراء. شايفين البصل الاخضر بقطعه ازاي اهو عشان اعرف اكله كمان اهو. قطعت بصله خضراء اها ورحت حطاها. قلت اكل. الدكتور لما بيقول لي كلي سمك كتير وكلي سلمون. بيقول لي السمك والسلمون حلوين فيهم فسفور. انا عشان اكل سمك وسلمون من غير عيش يا جماعه ما بيشبعش. اهو يا حبايب قلبي شايفين اهو ما بيشبعش. الاكل حاف كده ما بيشبعش. لو ما كانش عيش ولا مكرونه ولا رز ولا العيش ده اهم حاجه. انا المكرونه والرز ماليش اكل فيهم جامد، بس اهم حاجه العيش يا جماعه. فقال لي ما تاكليش عيش على بال ما السكر ينزل، لان سكري مش عايز ينزل خالص يا جماعه. فيا دكتور اكل ايه ومش اكل؟ قال لي كلي سمكيه حاف مع عود خضره مع اعملي بروكلي. علبه سلمون، افتحي علبه سلمون او علبه تونه كده الصبح وكليها من غير عيش. طب يا دكتور ده هيشبع؟ قال لك اه يشبع، حاولي تجربي. انا يا جماعه لما باكل سمك ما بقدرش اكل اكتر من سمكايه، لان شوفوا السمكايه بتبقى كبيره يا حبايب قلبي. هي مش كبيره قوي بس حلوه. شايفين قد ايه
هي وسمكه واحده اللي اقدر اكلها، بس باكل عيش وباكل معاها خضره، لو في رز باكل رز. بس ده قال لي لا ما تاكليش عيش. قلت طب لما اجرب كده، ماكل بدل ما اكل سمكيه اكل اتنين واشوف يا جماعه، اجرب معاكم. ادينا هاكل يا جماعه واقوم. انا حطيت يا جماعه السمك حطيت السمك وحطيت الخضره، وقلت ايه العيش بعيد عنا اهوت، مش هقدر اكل عيش. علشان ايه؟ اكل يا جماعه معاكم من غير عيش واشوف السكر هينزل ولا لا. لان انا لما رحت امبارح المستشفى، ركبوا لي محاليل يا جماعه، سكر 600 فوق ال 600. اما يبقى فوق ال 600 خطر يا جماعه. وفجاه ابص الاقيه نزل عندي ل 70 و60. الدكتور قال لك 70 و60 في الاموات، يعني غلط ان السكر ينزل. لما بيرتفع بيقدروا يعالجوه، لكن نزول بيجيلك هبوط، ممكن فجأة ممكن تروحي. فالحمد لله يا جماعة، أنا على طول ساعة ما بحس بدوخة ولا حاجة بلحق نفسي. فادعوا لي يا جماعة بالشفاء، ادعوا لي حبايب قلبي. وانا بره النهارده بقى، ما رحت السنترال وصلت النت يا جماعة، خدوا منه 310 تاني. يعني 1/4 خدوا 550 جنيه، والنهارده خدوا 310. يعني ما استعملتش غير شهر واحد خدوا 310. فاشوف يا جماعه بقى، ربنا يسهل، وهشوف الشهر ده هيعملوا ايه في النت. انا باكل يا جماعه من غير عيش اهو. اما اشوف هيعمل ايه. السمك المشوي بيزروت يا جماعه. انا طبيعتي يا جماعه بحب اكل السمك المشوي، ما بحبش المقلي. تقولوا لي مقلي سنجاري مش عارفه ايه، لا، انا بحب السمك المشوي، بحب اكله، بس بتذروت منه. كل ما ايدي زيغ، كل ما ايدي تيجي تتحط على الخبز اهو ارجع تاني. اروح ماسكه حته خياره. البصل حلو يا جماعه للسكر، حلو، اسمه البصل جميل. ادعوا لي يا جماعه بالشفا. معلش، انا باكل يا جماعه لان انا من الصبح ما اكلتش، والساعه 5 دلوقتي. الساعه 5 دلوقتي بيعتبر ده فطار وغدا. مفروض انا مريض السكر على طول في ايده في بقه. انا يا جماعه ما بقدرش، لان طلعت الصبح، لو انا اكلت حاجه الصبح هاخد علاجي، هاخد الحقنه بتاعه الانسولين، هدوخ. فانا قلت لا، لما اجي ابقى اخد الحقنه على طول، وما باكلش غير لما باجي. فبس كنت حاطه حته شوكولاتايه عندي في الشنطه، باكل شوكولاتايه كده عشان ايه، اما بمشي. يقولك عايزه تحرقي امشي. وانا مشيت من هنا لغايه السنترال عندنا في ميامي، فمشوار مش صغير. فلقيت نفسي دخت، رحت واكله حته شوكولاتايه. يقول لك الشوكولاته والسكريات دي بتجري الدم، بس انا غلط عليا اكل الشوكولاته، بس لما بحس بدوخه بيبقى السكر نازل. لازم اكل حاجه حلوه.
تعالوا كلوا معايا يا حبايبي، تعالوا كلوا معايا. انا مش حاسه يا جماعه انا عزمت عليكم ولا لا. مم. شايفين الخيار؟ انا قطعت خيار وقطعت قته، بس ما جبتش القته، وطماطم، بس ما جبتش القته. مم. مم. شايفين؟ دي بصله ودي خياره. بحب مصمص الراس يا جماعه، بتبقى جميله. الراس جميله بتاعت السمك. بحب ازقزها كده، هو ما باكلش النخاشيش والحاجات دي، بس ازقزها من بره كده. شايفين كده؟ اه. زمانكم بتضحكوا عليا وانا بقزقز كده. والله يا جماعه معلش، ادعوا لي بالشفاء، والله ادعوا لي بالشفاء حبايبي، انا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين بقول لكم برضه ساعدوني يا جماعه، ساعدوني انا. القناه وقعت خالص يا حلوين، القناه وقعت خالص يا حلوين. كده يا جماعه، ما قدرتش يا جماعه اكل اكتر من واحده. مهم. هي سمكه واحده اللي انا اكلتها. خلاص الحمد لله كده، بعد شويه بقى لو جحت ازقز سمكه تاني.
وكده يا جماعة يبقى احنا كده ايه، الحمد لله على كل حال كده، الحمد لله. يلا اشوفكم على خير، وما تنسونوش في اللايك والشير يا حبايب قلبي. مع الف سلامة، مع الف سلامة غاليين. ما تنسوش ماما مريم يا حبايب قلبي، ما تنسونيش يا حلوين. مع السلامة.